السلام عليكم. يعني تعادل جديد، وابتدينا بقى نضيع نقط بدري بدري. ماتش وحش قوي النهارده قدام البنك الاهلي. الصراحه قلنا يا جماعه، اتكلمنا قبل كده ان ماتشات الدوري ليها سيستم تاني خالص، غير ماتشات افريقيا وغير 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 وغير. الطريقه اللي بنلعب بيها ماتشات الدوري هتخسرنا نقط. قلنا كده قدام الاتحاد، برضو نازلين مريحين زي اللي حصل في ماتش الاتحاد، حصل ماتش البنك الاهلي. يعني بالعكس كمان البنك الاهلي الشوط الاولاني كان نازل هو اللي ضاغط، فانت عندك فرصه، عندك مساحات. لا 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 يا عم، لسه 90 دقيقه يا عم. يا عم مستعجلين ليه يا جماعه؟ مستعجلين ليه وبتاع؟ وخرجنا الشوط الاولاني. ابتدينا بقى نشوف نفتكر. قلنا بقى الشوط الثاني هنفتكر ان احنا عندنا ماتش بثلاثه بونت. لا لا لا، اللعيبه مريحه خالص. حتى مستوى شوبير الكوره تطلع ضربه مرمى يجري يلعبها بسرعه، واللعيبه لسه بتكلم بعض في ال 18. يعني يا عم الوقت بيضيع، يا عم هيضيعوا وقت، يا عم الحكم مش هيساعد، الحكم بيضيع وقت معاهم. ماشي. والناس اللي بتتكلم على اصل كان في ضربة جزاء، اصل كان في كرة، اللعبة جديدة. اذا كان صاحب الحق ما طالبش بحقه. انت شفت اللعيبة، شفت اللعيبة راحت تجري على الحكم، ما فيش غير ياسر ابراهيم وراح يتكلم يا كابتن ما شدني، يا كابتن شدني يا ابني روح العب بعيد يا ابني. ما فيش مثلا خمس ست لعيبه يجروا على الحكم يجبروه انه يراجع اللعبه في الفار. لا 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 لا، مع ان الجون وقع، يعني الجون وقع وبيتعالج. ولا الهوا يا عم. ضربة جزاء، يلا يلا، حسنة حسنة، صدقة 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 عن مجهودنا الماتشات اللي فاتت. اللعيبة بتاعت البنك الجون دخل فيها كان هياكلوا الحكم، هياكلوا الحكم. الحكم راح الفار، ما حدش راح ضغط عليه. انت رايح الفار تشوف ايه يا كابتن؟ لعبة جديدة، حد يقول له لعبة جديدة؟ لا 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 لا. لمسة يد يا جماعة، يلا 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 نلعب، فاضل ربع ساعة. لسه وقت يا جماعة، لسه وقت عشان نجيب جون، لسه وقت. ايه ده؟ وايه المستوى اللي بيقدمه؟ يعني احنا اتكلمنا عن كهربا في ماتش الاتحاد، الصراحه الراجل في استاد بتجان عمل ماتش كويس قوي، جاب جونين وعمل اسيست. النهارده برضو يعني الى حد ما الكور اللي جات له حاول يتعامل معاها. لكن بيرسي تاو، ايه الاداء اللي انت ايه ده؟ ايه يا بيرسي ده؟ مش عارف، انا مش عارف. انت عايز تمشي ما بتشلنا يعني قبل ما تمشي؟ الشحات يحيى عطيه الله، ايه يا عم؟ انتوا فين؟ انتوا فين يا عم من كوكا في الشوط الاولاني برضو يعني؟ الكرة معاه يا انور راح مديله كتف كده، راح سايبه ينفرد. لا روح انفرد. ايه يا عم هو بالساهل كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ مفيش حميه كده، مفيش رغبه كده في الفوز، مفيش. هل اللعيبه مثلا محتاجه تريح شويه؟ محتاجين يطلعوا دي يوز في السخنه مثلا، يفصلوا عن الماتشات؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ اربع ماتشات خسرانين اربع نقط قدام فرقه اتغلبت من الزمالك ثلاثه واتظلمت، ما فتحوش بقهم حتى بعد فضيحه محمد عادل. ما فتحوش بقهم وراحوا فاركو تعادلوا مع فاركو 0-0. ما عملوش حاجه قدام فاركو. راحوا بيراميدز اتغلبوا ثلاثه برضه، يعني عادي بالثلاثه. انت فين من ده؟ هل انت مدرك؟ انا متاكد ان لعيبه الاهلي ولا حد عارف البنك ده لعب مين اصلا قبل الاهلي. اللعيبه مش في دماغها الكوره، مش في دماغها الدوري، مش في دماغها. يعني اللعيبه هي مركز مثلا في بطوله الانتر كونت لسه يا عم، لسه الانتر لسه لاعب اورلاندو في جنوب افريقيا وقطر والجماهير والكلام ده. لا يا جماعه الدوري كده مش صح. الزمالك بكره لو كسب المحله هيتصدر، البيراميدز بكره يكسب يتصدر. يعني يعني خليك انت بقى اجري وراهم، اجري وراهم. والحكم مدي 7 دقايق واخر دقيقه فاضل 10 ثواني ورمي التماس بيرجعها لورا. يعني الحكم هيصفر، الحكم راح مصفر. انت اللي مش عايز تلعب الكره لقدام. النهارده ده مش يعني انا كنت دايما اقول لعيبه صراحه. لا النهارده كولر بقى، كولر مش مدي للدوري اهميته. مش ماتش ودي. الشوط الاولاني كان ماتش ودي. الشوط الثاني فين بقى؟ في الشوط الثاني لما نزل رضا سليم وعمل عرضيات والكلام ده كله. انا مش عارف اصلا اللعيبه بتتمرن على ايه. يعني انت لما تتفرج على ماتشات الاهلي اللعيبه بتتمرن على ايه؟ يعني بنجيب اجوان ونرتبك ويخش فينا اجوان. اللعيبه بتتمرن على ايه؟ يعني لما نشوف بره في مدرب للضربات الثابته، في مدرب لرميات التماس، رميات التماس ليها مدرب.
النهارده كذا كورنر بتاع 9 10 كورنر النهارده مثلا ولا حاجه. طب المفروض بقى يحيى عزيز الله لو الكوره من ناحيه اليمين هو اللي يروح يلعبها عشان تبقى لجوه، عكسيه لجوه، نستفيد بقى بلعيب شمال افريقي بيعرف يلعب ضربات ثابته. يعني الراجل حتى لا يروح الشحات اللي يروح يلعبها عشان تتلعب لبره، واخر الماتش لا افتكر بقى لا خلي الشحات هو اللي يلعب العكسيه، او خلي رضا سليم اللي يلعب العكسيه. ايه ده؟ مفيش 10 كورنر مفيش واحده منهم تظبط. ايه ده؟ ايه العقليه اللي احنا فيها دي؟ ايه التريح ده؟ ايه التريح ده؟ بكره اتفرج على ماتش الزمالك وشوف زيزو اللي هيعمله في الحكم، وشوف كل لاعب هيتلمس هيقع هيحصل فيه ايه، وضغط على الحكم مره. يعني الحكام ايه اللي بيحصل معاها؟ فكره الضغط على الحكام ايه اللي بيحصل معاها؟ ان هو ما حسبش الاولانيه، الثانيه من كتر الضغط هيحسبها، الثالثه هيشك في نفسه، وهو حاطينه في حاله ضغط، في حاله ضغط. قلنا يعني احنا يعني الناس اللي عصرت مانويل جوزيه بينزل يفك الماتش ضاغط من اول، ضاغط على طول، ضاغط عايز يجيب جول، عايز الفرقه قدامه لا تضيع وقت ولا تدنها تدافع ولا تتصلبط ولا الكلام ده كله. لكن انت بتضيع 70 دقيقه 80 دقيقه، وبعدين تفتكر هنلعب باثنين راس حربه، منزل اثنين راس حربه اخر مش عارف 5 دقائق، راس الحربه الثاني دوت. طب ما تخلي بيرسي يا عم، ميرسي مش نافع على الخط، دخله راس حربه مع كهربا، يعني دخله مع كهربا. يعني انا الله يمسيه خير مانويل جوزيه كان بيعمل ايه بقى؟ الشحات دوت تعبان ومطلع عينينا ومش عارف يأدي كوره، تعالى يا ابني العب باك يمين استفيد بيه، تعالى يا ابني العب باك يمين، العب باك يمين قدام ورا رضا سليم مثلا. ضغط ليه بقى؟ عايز حد يبقى ماسك الكوره ويعرف يستحوذ وبتاع. حتى قفشه النهارده يا عم، قفشه انت تلعب ماتش حلو وماتش 10 ماتشات غلط ولا 10 ماتشات وحشين؟ محتاجين حد يشيلنا في نص الملعب يا جماعه. يعني اللعيبه لازم ايه، طاهر يقول لك ستار، طب ما طاهر لعب ماتش الاتحاد برده ما كانش فيه، لكن بصراحه عنده حميه. طب محمد طاهر السنه دي يعني عنده حميه وبيجري وبيأدي. لكن بقول لك اللعيبه محتاجه دي يوز في السخنه زي ما قلت لكم كده، ويلعبوا بلاي ستيشن، يتصوروا وينزلوا ستوريز على الانستجرام. فمش مش في دماغهم، مش في دماغهم حاجه خالص. يعني اللي يبص كده من يوم الجمعه اللي فاتت لعبنا لعبنا الاتحاد، تعادلنا 1-1، جبنا جون وفضلنا مريحين برضو، راح تيك دربكه جون، تعادلنا 1-1 وبقى بيني. الاتحاد خسر من طلائع الجيش، الاتحاد خسر الاسبوع ده من طلائع الجيش بعد ما عمل ماتش قدامك وبتاع. طلائع الجيش بتكسب الاتحاد يا جماعه 1-0. ماشي، ريحنا يومين، جه استاد ابي جيم كان اداء زي الزفت. اللعيبه يعني فوقت، وكهربا عمل ماتش حلو، وقفشه عمل ماتش حلو، وحسين الشحات كان في ماتش حلو الصراحه. عندنا بقى البنك الاهلي بقى، وما بينهم بقى احنا الاهلي ده لازم نعمل اي حاجه عشان نبعده عن البطولات، يعني اي حاجه. امام عاشور عمل مشكله، الاهلي اعلن خلاص، الاهلي اعلن عقوبه. ستوري متفبركه، تصريحات متفبركه، اعلام دايس ما تفهمش فيه طار يعني في حاجه عند امام عاشور واكل ورثهم ولا إيه؟ عمرو اديب يطلع في ام بي سي مصر يتكلم ويقول لك اوقفوا. مش عارف سيد علي في اسمه ايه في الحدث ولا المواطن اولا ولا مش عارف ايه ده برضه يتكلم. مش عارف عبد الناصر زيدان يطلع يتكلم. اعلام الزمالك وصفحات الزمالك كلها واحمد سالم المتحدث الرسمي. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ لعيب غلط وتعاقب، ايه وفبركه بقى، فبركه حاجات تانية خالص، انت فاهم؟ البنك الاهلي الماتش كان على استاد القاهره، شفت انا فيديو كابتن ابراهيم منيسي بيقول لك لا ده يعني انا مش حاسس ان البنك الاهلي هو اللي ورا موضوع نقل الماتش من البنك من استاد القاهره الله اعلم لاستاد السلام. اصل الاهلي ما بيعرفش يلعب على استاد السلام، بنعمل لنفسنا فوبيا يعني، احنا واخدين دوري عليه قبل كده يعني. فكل دوت هو انتوا بتتصفحوا ايه يا جماعه؟ يعني لما تمسكوا موبايلاتكم كده وبتشوفوا الاخبار دي ما بتستفزكوش؟ ومحمد الحنفي اللي كان محكم الماتش اللي فات الزمالك والمصري، يعني محكم الزمالك والمصري جايبه على الاهلي والبنك الاهلي، واصلا كان حكم فار في ماتش 4-3 وكان لنا ضربه جزاء وما حسبهاش. خلاص افهم بقى ان في كل ده ضدك بقى، افهم كل ده معناه ايه؟ معناه ان انا انزل اجيب جول فخلاص الماتش يفك، كل ده ينهدم، يعني كل ده ينهدم، كل ده يبوظ. لكن
يعني انا آه، في لجنه تخطيط تقريبا، ولا مش عارف الناس بتتكلم على ايه يعني. يعني ايه الكلام اللي بيدور مع كولر عن بطوله الدوري؟ يعني ايه يعني هو انت بقالك سنتين بتاخد الدوري، ما شفتش الفرقه بتلعب قصادنا ازاي؟ البنك الاهلي نفسه مش كسبانك 4-3 قبل كده وباخطاء تحكيميه وباستهتار. ما بنتعلمش ليه بقى من، يعني ما بنتعلمش ليه من اخطائنا؟ ما بنتعلمش ليه؟ يعني مين اللي هيجيب لك حقك غير بدراعك؟ خش خد حقك بدراعك، العب ماتش حلو وجيب اجوان، العب، ادي، يا اخي ضيع 30 40 كوره كده ان الواحد يحس ان في ماتش. احنا بعيد يا جماعه، الاهلي مع انه سابق فرق كتير، بس الاهلي بعيد 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 بعيد، والدوري السنه دي صعب، الدوري السنه دي صعب، ولو هنستمر على كده الاهلي هيبعد عن الدوري اصلا، واشك كمان في افريقيا، يعني اشك كمان في افريقيا. شفنا بوتافوجو نهائي كاس ليبرتادوريس، مطلوب منهم واحد اول ماتش، اول دقيقه في الماتش كسبانين 3-1، خلصين الماتش 3-1، كسبانين اتلتيكو مينيرو، خدوا البطوله. روح 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 سيدي المواطن. مش استسلام للي بيحصل ده. ربنا يستر على ماتش اورلاندو، يعني ماتش اورلاندو كمان ايه يعني، يا ريت يعني هو عامل لكم ماتش الساعه 3، الماتش الوقت اللي ما بتحبوش اللي تخسروا فيه 5، إيه نلعب بقى كوره بقى ماتش اورلاندو ونروح قطر واحنا فايقين كده ولا ايه؟ مش عارف، مش عارف والله. مش عارف هل اللعيبه هتتغير والعقليه هتتغير وطريقه اللعب، ما لازم يبقى في بدائل لطرق اللعب عشان نقدر نكسب. بنقول ونعيد ونعيد ونقول، ويا رب نتعلم. يلا سلام.